الدم غلى في عروقي. حسيت إني اتهنت، كرامتي اتجرحت. ده بيتي اللي تعبت فيه وشقيت عشانه. ألاقي مراتي تطرد ضيفتي، مراتي التانية اللي هي دلوقتي على ذمتي. دخلت على فاطمة: اعتذر الليلة. بصيت لي كده وعينيها بتطق شرار. أنا اعتذر لمين؟ للست اللي أخدتك مني؟ صوتها علا وصرخت في وشي، وكلامها كان زي الخناجر في قلبي. في اللحظة دي حسيت إني بقيت غريب في بيتي، معرفتش أقول إيه ولا أعمل إيه. كل اللي جه في بالي وقتها: أنا مش هقدر أعيش في البيت ده تاني. رحت لميت هدومي على طول من غير كلمة زيادة. سبت كل حاجة ورايا، بيتي وولادي، وطلعت على شقة التانية، شقة ليلى. من اليوم ده وليا 4 شهور ما اعتبتش عتبة بيتي الأول. بروح أحط طلبات البيت قدام الباب، أخد الأولاد أفسحهم شوية، أطمن عليهم، بس ما بدخلش. ولادي بيكلموني في التليفون: بابا وحشتنا، ارجع البيت. أهلها كلموني بيحاولوا يقنعوني أرجع، بس أنا رافض أرجع إلا لما فاطمة تعتذر لليلى. يا ترى إيه رأيكم؟ هل اللي عملته صح؟ وهل كرامة الراجل ممكن تخليه يسيب بيته وولاده بالشكل ده؟ شاركوا رأيكم وخبرتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل القصص اللي بتوجع القلب وبتعلمنا درس.